شعارنا على الزمن عاش الوطن عاش الوطن. الدفاع على حقوق الانسان هو الدفاع ديال الجميع. الناس المجتمعين المغربي حقوق الانسان كنعتبروا النضال الحقوقي ونضال جماهيري يجب ان يكون جماهيريا، لانه لا يمكن ان نعتمد على نخبه كيف ما بغات تكون هذه النخبه هذه مكونه ويعني قويه وحاضره والى غير ذلك. الاعتقال هو شكل فظيع يعني ديال وضعيه فظيعه جدا، ان الانسان يلقى نفسه محروم من حريته، محروم من حقوقه، محروم من انسانيته بسبب اراء اعتنقها. هي العائله ديالهم، لان العائله المعتقلين هي اول لبنات ديال الحركه الحقوقيه المغربيه، هي عائله المعتقلين السياسيين. عاد انها مهزله، اعتبرنا هذه المحاكمه ديال مهزله حقيقيه، مهزله حقيقيه، مهزله حقيقيه ديال القضاء المغربي، ونموذج حقيقي للطبيعه ديال القضاء المغربي اللي هو قضاء غير مستقل، قضاء يستعمل ويوظف من طرف الدوله لتمرير ولا استصدار احكام جائره، احكام قاسيه، احكام غير عادله. وهذه واحده من العديد ديال المحاكمات اللي استعمل فيها القضاء لتسيير حسابات سياسيه. اذا بسببها، ولهذا نطالب اما باعاده المحاكمه كامله في اطار محاكمات عادله توفر جميع الشروط ديال الضمانات اللي كينص عليها القانون الموافق لحقوق الانسان، او اطلاق سراح الدين. شعارنا على الزمن عاش الوطن عاش